السلام عليكم اعزائي المتابعين، شلونكم؟ ان شاء الله زين، عساكم دوم خير. طبعا شباب اليوم اني فرحان جدا وان شاء الله انتم هم تفرحون، واتمنى موفقية للجميع لكل الشباب. طبعا هاليوم المفاجأة اللي كنت منتظرها من زمان، وطبعا بعد ما عانات هواية واختبار وتدريس يعني تعب وأسئلة وأجوبة مع هذا الشيء اللي هو أنا اليوم حصلت على شهادة. يعني الشهادة هذا يكون شهادة دولية، يعني موثوقة من دراسات شهادة بورد الأمريكي. طبعا شباب هذا شهادة ما تتحصل بسهولة إلا يكون إنسان محترف، فأني لحد الآن طبعا ما فاتح الظرف، فراح أفتحه وياكم حتى يكون مفاجأة حلوة. وأنا متحمس جدا بأنه حصلت على هيك شهادة، لأنه تكون أنت محترف دوليا، يعني باختصاصك بعملك بجهدك، وأي دولة تروح على ضوء الشهادة مالتك، ومو بس شهادة حتى هوية وياها. لأنه من تحصل على هيك شهادة يعني أي مكان أي دولة تروح، إذا ما عندك هاي الشهادة ما تقدر تشتغل بهاي المكان. ومن يكون عندك هيك شهادة أكيد يكون عندك راتب عالي، أو مثلا وظيفة زينة من كل الاختصاصات، مو بس يعني اختصاص دراجات. ومع ذلك اللي هو راح اشوف لكم الشهادة، وراح اقول لكم شنو اللي صدمة الكبرى يعني اللي راح يصير بي. نقول يا الله يا بسم الله نفتحها. طبعا راح نفتحها سوا يا بسم الله. طبعا هاي ختمات دراسات بورد الامريكية اللي عليهم مكبوس. يا بسم الله يا الله. طبعا شوفوا شباب، شوف هذا هويتي بيها، وهذا هو الشهادة الوحيد بالعراق حصل على شهادة بورد الأمريكية في مجال اختصاص دراجات، ميكانيك دراجات. وهذا الباج مالتي ابو الفسفورة من امريكا، يعني الشخص الوحيد اللي بالعراق حصل على شهادة بورد الامريكية اللي هو كابتن دانا. وهذا الشرف كبير الي، واشكر كل الجهات اللي ساندوني على هذا الشهادة الجميلة، وافتخر بها الي والعائلة يمينه. لانه يكون انت الشخص الوحيد اللي تكون محصل على شهادة، يعني شهادة بورد الامريكية في عراق في مجال اختصاصك اللي هو ميكانيك دراجات. يعني بالعراق على مستوى العراق تكون انت الشخص الوحيد اللي محصل على هاي الشهادة. هذا فخر كبير الي ولا انساها عمر كله. ومع ذلك الهوية همينة أصلية فسفوري اللي من أمريكا اللي محصلها. طبعا اليوم وصلتني، وأنا صار لي هواية أنتظر هذا الشهادة لحد ما حصلتها، وفخر إلي يعني. فشباب أتمنى الكل الشباب يباركوا لي على هاي الشهادة اللي هو تابعة مختصاص دراجات احترافا دوليا. يعني من تكون فخر هذا لعائلتك ولكل المتابعين اللي وصلوني لهاي المرحلة، اللي هو حصلت على شهادة وهوية من بورد الامريكي، معترف دوليا باختصاصي بمجال مهنتي اللي هو ميكانيك دراجات. واشكر كل الجهات اللي دعموني
واللي ساندوني اللي خلوني اوصل هاي المرحلة. فهذا فخر كلش كبير، ومثل ما قلت لكم يعني فخر من يكون انسان هو الوحيد خاصة بالعراق. ما افتخر بشهادتي يعني، وافتخر يعني بكل شيء اللي انا حصلته. هذا شهادة ما تجي بسهولة، هذا إرادة جهد وتعب لحد ما تحصلها. واتمنى لكل الشباب موفقية وباركولي على شهادتي. طبعا شباب، حتى نوضحها اكثر بخصوص هذا الشيء، اكو هواية مجال بخصوص ناس اللي تحصل، وان شاء الله اني اقدم على دراسات همينة اعلى من شهادة بورد اللي هو دبلوم ان شاء الله، بحيث احصل على شهادة دبلوم في مجالي. بس الكل يعرف بانه هذا يراد له ماديا وتعب وشغل، بس اذا الله خلانا طيبين ان شاء الله على قدر الامكان خلي شوي نقول نلملم نفسنا شوي، نساعد الماديات اكثر، وان شاء الله ادرس دبلوم في مجال اختصاصي اللي اختصاص ميكانيك دراجات. فشباب، كابتن دانا معترف دوليا باختصاص مجال ميكانيك دراجات. خلي يكون هذا الشرف لكم همينة، لانه واحد عراقي، اول واحد عراقي اللي يحصل على شهادة بورد ويا الباج مالته يحصلها من دولة امريكا، بورد الامريكي في مجال هذا ميكانيك دراجات. يعني هاي شهادة اني اقدر اي دولة ادخل بيه، وعلى ضوء الشهادة مالتي اقدر باي مكان اشتغل في مجالي، في مجال عملي اللي هو المجال ميكانيك دراجات. هو اني بس هذا شيء حبيته يعني افرح نفسي وافرح شباب همينة يعني بخصوص الشهادة اللي استلمتها. يعني ما اعرف من الفرح، ما اعرف شعور كلش حلو من انت تكون انسان توصل مرحلة بحيث تكون انت معترف دوليا بمجال عملك. خلي اوضح لكم همينة بورد. هذا بورد، شهادة بورد اللي هو يعني اللي ما يعرف شنو شهادة بورد الامريكي، تقدرون تكتبون بالجوجل شنو معنى شهادة بورد الامريكي، وراح تعرفون شنو معناها وشنو مستواها. بورد موتورز ميكانيك، يعني اختصاص ميكانيك دراجات، باختصاص يعني دقيق على شغلي، مو ميكانيك عام ولا ميكانيك سيارات، لا، اول واحد في عراق يحصل على شهادة بورد الامريكي باختصاص ميكانيك دراجات. فديتكم شباب. وطبعا هذا الشيء انا بجهودكم، بدعمكم، بمعنوياتكم حصلت على هذا الشهادة. يعني فخر مو بس إلي، الفخر يعود لكم من المتابعين اللي دعمتوني ووصلتوني لهاي المرحلة. هذا أبد ما أنساها، وما أنسى دعم الشباب الكل المتابعين اللي دعموني ووصلوني هاي المرحلة، يعني خلوني أحصل على شهادة دولية معترف به دوليا، اعترافا بأنه كابتن دانا ميكانيك مختص، شهادة احترافية دولية يعترفون بأنه كابتن دانا فيتر ميكانيك اختصاص بكل مجال مالها. فهذا فخر إلي وفخر إلكم وفخر الشعب العراقي وفخر كل العراقيين، واتمنى ترفعون راس العراقيين، وكل واحد اللي عنده ذمة وضمير اللي يساعد الناس اتمنى يحصل احسن من هاي الشهادة،
واحسن من هذا الهويه، واحسن من كل شيء اللي بالدنيا يملكه، يكون هو راسه مرفوع. وافتخروا من تشوفون انسان يرفع مستوى ويرفع راس بلده. فاتمنى هذا الرساله توصل لكل الناس، وكل توعيه للناس، وكل الناس تفرح به، بينه من تكون شخص من بلدك يحصل على شهادات، على امتيازات، على اعتراف، بينه اعتراف دوليا بالشخص، بينه هذا مهم باختصاص مهنه ماته. فهذا انتم هم افتخروا به، لانه تقولون على الاقل اكو انسان عراقي حصل على هذا الشهاده اللي هو الوحيد كابتن دانا حصل عليه. تحياتي لكم واشوفكم بالخير، وانا جدا فرحان بكم، انتم اللي رفعتوا راسي، مو بس هاي الشهاده. وانا جدا ممنون لكم ولدعمكم ودعم كل الاخصائيين اللي كانوا يتواصلون وياي بخصوص هاي الشهاده. وانا جدا اشكركم، اقول لكم مع السلامه، باي باي.